النهاردة هنعمل مع بعض زبدة الفول السوداني. أنا جيهان. لو لسه أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا معايا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. كل اللي هنجيبه هو ربع كيلو من الفول السوداني، هنحطه في صينية ونحمصه، وأول ما يطلع نسيبه يهدى شوية، وهو دافي كده على طول هنقوم اخدينه وحاطينه في المطحنة. مش هنعمل حاجة غير ان احنا هنقعد نطحنه لغاية لما نوصله لمرحلة ان هو يبقى شبه الرملة المندية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هضيف له مكونين 2 معلقتين كبار من اي زيت نباتي، عباد او ذرة، ومعلقة صغيرة من عسل النحل. بس كده، مش هعمل بقى اي حاجة غير ان انا هفضل اطحنه لمدة تقريبا 10 دقايق. بس طبعا من فترة للتانية هوقف المطحنة وافضل اقلب الفول السوداني عشان اجيب اللي من تحت فوق وفوق تحت، وكمان عشان المطحنة ما تتحرقش. هيبدأ معايا واحدة واحدة ينعم، لكن القوام بتاعه هيبقى تخين. هفضل استمر ما ازهقش. شايفين قوامه هنا ناعم لكن لسه تخين شوية. كل ما بضربه كل ما بيسخن وبينزل يعني الدهون بتاعته، فبيديني ليونة كده حلوة ويبقى قوامه خطير. طبعا الفول السوداني له فوائد كتير جدا، والولاد كلها تقريبا بتحب زبدة الفول السوداني، فلما تعمليه في البيت بيبقى فايدته كبيرة جدا واحسن كتير من اللي احنا بنجيبه من بره، وما نضمنش هو محطوط فيه ايه. بصوا القوام بتاعه خطير، وطعمه يا جماعة رهيب. طبعا بقى تحطيه في توست، تأكلي الولاد منه صبح ظهر بالليل في اي وقت، اي كمية، لان هو بيديهم طاقة ومغذي، وفي نفس الوقت انت ضامنة ان ما فيهوش مواد مهدرجة ولا سكريات كتير، وصحي ومفيد. انا متشكرة جدا جدا ان انتوا اتفرجتوا معايا لغاية النقطة دي. كان معاكم جاني الشناوي، اشوفكم في وصفات جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.